اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايب؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم، وروتين ويوم جديد، وأتمنى يعجبكم هذا الفيديو. مثل ما تشوفون قدامكم هنا بلشت بتغيير البردات من بعد فترة وقت يعني كلش طويلة. اجا وقتهم بعد يعني ولازم تغيير، مليت من ذاك الشكل القديم. هسه أراويكم شنو الفرق بين الشكل الجديد والشكل القديم، أتمنى يعجبكم. صراحة احنا ربات البيوت دائما نحب يعني نغير، وما نحب يعني تظل الحاجة أكثر من مدة يعني طويلة من الزمن. فأنا من بعد مدة من الزمن مليت الشكل القديم وحبيت أغير يعني شكلهم. وصراحة أنا ذن القديمات أنا ما ذبيتهم، يعني كل أم بيت تعرف فكرتي شنو المقصود من عندها. استخدمتهم بغير مكان لأن ما طول الحاجة بعد هي نظيفة، ويعني أقدر أستفاد من عندها. ليش أهدرهم وأذبهم من مكان ثاني؟ فأني محتاجة هم للغرفة، فغيرت من شكلهم ومن نفصالهم وخليتهم بالغرفة، يعني صار شي مرتب وبسيط، واستفادت من عندهم صراحة. فحبيت أشارككم وأراويكم يعني شكل الجديد وشنو رأيكم بيهن. دائما نحتاج التغيير بالبيت. أتمنى تشاركوني رأيكم، وهل حبيتوهن مثل ما أنا حبيتهن. أتمنى يعني لكل أم بيت إنه رب العالمين يرزقها وتغير اللي هي تتمنى تغيره. يعني أم البيت من تغير شي ببيتها رأسا نفسيتها تتغير، وتحس إنه ضافت شي ببيتها عجبها وارتاحت بيه. فأنا والله يعني مو تقول بردات خليت يعني بالبيت، أحس شكل الهول تغير كله تماما. تمنيت هم وياهم فراش للشتاء، بس يعني بعد إن شاء الله على السنة الجاية ما طول فراشنا نظيف وجديد يعني بعده. فليش هالتبذير وهالإسراف؟ صراحة أنا ما أذب شي يعني إلا نقول يعني إذا أحافظ على الشي الأكثر وقت، ومن بعد هي يعني إذا شفته نقول بلش، شلون نقول يعني بلش شكله يتغير أو هذي، فأستغله بغير مكان إذا نظيف ومرتب. بس إذا يعني أكو نوعية من الكاربتات اشتريتهم يعني لونه راح صراحة، يعني اشتريته والله عود هم نوعيته غالية، بس وقع عليه تدرون انتو بعد اللي عنده أطفال يعرف هذا الشي، وقع عليهم شوية شاي، فمن ردت أنظفه ما راح، فضجت كلش من شكله فشلته وغيرته. جبت كله باندة للبيت فرشته. إن شاء الله على السنة الجاية نفرش ونغير هماتين تغييرات للشتاء. يعني كلش أنا مرتاحة بهذا الفراش الباندا، أي شي يوقع عليه رغم ما ألوانه كلش فاتحة. وهسه تشوفون عن اللون اللي ما أخذته شلون فاتح، يعني هذا أخذته من العام الماضي، فرشته بنفس مكانه، يعني كنت فارشته بالغرفة خليته بالهول لأن أنا القياسات تقريبا نفس القياسات عندي. هسه تشوفون يعني حاولت أنسق الألوان شوية يعني قدر الإمكان. فأنتوا ابدونا رأيكم وكتبونا بالتعليقات، وأنا أستقبل رأيكم بكل رحابة الصدر. وهاي هنا علقوا التور مثل ما تشوفون. اختاريت لون سادة ما بي كل شي، يعني الألوان حاولت انه اخليها ألوان حيادية وسادة ما بيها نقشات هواي. انا صراحة عن نفسي ما احب النقشات الهواي، ما احب الألوان اللي بكثرة، يعني احب الشي بسيط ونازك. حالات وجمال الاشياء ببساطتها بنزاكتها، هيك انا رأيي. بعد ما اعرف، بس دورات يعني اكو شغلات تصير انت مو ببالك هيك يعني هيك شي تختاره، لا تنفرض عليك. فهسان البردات لا الحمد لله كلش مقتنعة بيهن وحابة شكلهم كلش، يعني يعني من خليتهن يعني كلش فرحانة بيهن صراحة. لونهن هن كلش حلو، بس تصوير ظالمهم مطلعهم عبالك بيهم لمعة. هم لونهن مات نقول يعني ما بي أي لمع. هذا القماش هو هيك يتغير ينطي أمواج يعني منه وبيه، مثل ما تشوفون هنا مبلشين يعلقون بيهن. وهسه اترك لكم الفيديو قبل شلون كان وشلون صار شكل الهول من بعد ما كملوا. كانت قبل ألوان الفراش يعني إذا انفرش لون فراش
لازم بلون التخم، لازم بلون البردات، لازم. هاي القاعدة هسه انكسرت. شنو اللي يعجبكم تنسقون ويا البردات، أي لون يعجبكم، المهم ألوان متقاربة، ألوان يعني ترهم للاثنين. فأنا اختاريت هاللون هذا، اللون الرصاصي. كلش عجبني على فصل الشتاء، قلت يعني لونهم دافي هذا اللون، وتلائم يعني ويا سيراميك الهول أو الاستقبال. تلائم ويا هم التخم، جبت لهن الكوشات غيرتهن بلونه، الفراش بي يعني شلون نقول دمار بالفراش نفس لون البردات. فأحس يعني هسه هولي صار حلو ومرتب قدر الإمكان. إن شاء الله عالشتوية الجاية أو الموسم الجاي إنه أغير بعد يعني الفراش مالته، وإذا الله رزقنا ومكنا يعني هم بعد نضيف فد إضافات إحنا نشوفها مناسبة يعني، وكل من بعد حسب إمكانيته نقول، كل من وحسب مقدرته الشخصية. فهنا أنا كملوا هما، ما حبيت أراويكم شكلهم هسه، أريد أراويكم شكلهم بعد، قبل وبعد. هذا شكلهن قبل، دا أراويكم إياه هنا. يعني كنت فارشة الفراش الصيفي، فصورت هذا الفيديو آخر أيام، يعني آخر أيام الصيف كلش، يعني قبل تقريبا شهر هذا الفيديو. بعد قلت هذا أريد أحتفظ بيه، ما طول عندي نية تغييرات، قلت خلنا أصور وأحفظ هذا الفيديو. وهسه أراويكم شكله بعد ما كملنا وفرشناه وشكله صار حلو. انطونا رأيكم مثل ما قلت لكم. هذا شكل الهول بعد بهالشكل هذا صار، يعني كلش حلو ويبعث على الراحة والاستقرار والاستمتاع بنفس الوقت. اعتمدت على لونين يعني، بس نقول يعني ألوان متقاربة صارت. جبت الكوشات هم بنفس لون البردات، حاولت لون رصاصي فاتح ولون رصاصي طوخ. رحمته ويا الفراش، رحمته ويا هذا الفراش لونه أطوخ الرصاصي مالته، بس ما أعرف ليش بالتصوير ينطيني هيك هالشكل يعني لون. أتمنى ذوقنا البسيط عجبكم. هذا فيديو تغييرات الهول، حبيت أضيفه هنا يعني لكم أراويكم إياه. صراحة صحيح هو تعب، بس هاي بعد الحمد لله على كل حال. دائما من نغير فد شي بالبيت يصير البيت هوسة يعني، ولا كأن إحنا منظفين ومرتبين. من بعد هي حبيت أشارككم غدانة. هنا أنا سويت لهم قوزي على التمن بخطوات كلش بسيطة وسهلة. هنا أنا دا أسلق التمن ودا أسلق اللحم أني، على مود أسوي يعني تشريب لحم. أنا دائما أجهز يعني من أجيب فد كمية لحم كلها أسلقها فد مرة وآخذ اللي أبدي أستخدمه. والمي مالت اللحم أنا ما أتخلص من عنده، لأن أنا مخليت له توابل ومخرج زفر من عنده، فاستفاد من عنده يعني من أريد أطبخ أي نوع مرقة فأحتفظ بيه. يعني شلون إحنا نقول ماجي اللحم إحنا نستخدم، انتو تستخدمون، أنا ما استخدم صراحة، يعني اللي يستخدم الماجي. فأني أحتفظ بالتشريب هذا المي مالت اللحم، أحتفظ بيه بأكياس هيجي بالمجمدة، أجمده وقت ما أحتاج أطلع كيس وأطلع اللحم وأبدي أستخدم، ينطيني نكهة وطعم كلش طيب. هنا أنا مثل ما دا أراويكم دا أضيف اللحم هناك، سويت تشريب، والبرياني دا أجهز بيه يعني التمن والحشو كل من على جهة. وبهالمرحلة أني طبقت التشريب وكملته، عفت على التهدير. من بعد ما يعني ينطي مونته وتوصل التشريب المرحلة، أبدي أطلع اللحم. وهسه أراويكم وش أسوي بيه. هنا أنا مبلشة أسوي الحشوة. منو مثل عائلتي يعني مو كل شي يحبون، أي شي يعني تغيري لهم عن المعتاد مو رأسا يتعودون عليه. بالدرجة الأولى عندي مؤمل كلش شالع قلبه، مو كل أكلة يحبها، مو كل شي يحبه يعني، إلا مرة مرتين ثلاثة يالله يبدي يتذوق الأكل. بينما فنونة لا الحمد لله يعني نوعا ما كل شي تاكل، بس أي شي ما بيه لحم. يعني شفتوا الحيرة اللي أنا بيها. هنا أنا جبت عود، ردت بس بازاليا مفرزة، فأبو أفنان جاب لي إياها مخلوطة وياها جزر وياها بوتيتا. قلت له أنا أريد بس بازاليا خضرة، فإجت عادلة وحدة باثنين بهالشكل هذا. دا أضيف لها ثاني البهارات، ضفت لها النم بصلة المطحونة، وضفت لها البهارات المشكلة، وضفت لها الكركم.
وهاي اني الشعرية مجهزتها من قبل وقت، واضيف لها هسه الملح واتركها، ما اخلي لها هنا مي هواية لان عندي البازالية العفو الشعرية من النوع اللي يعني شلون نقول تنمرد، فانا ما اريدها تنمرد، اريدها هيك تظل مريشة شلون التمن شكلها مريشة وحلوة. فضفت لها قليل من المي، بس نشف من عندها المي تركتها على التهدير. انتهت طبختنا لهذا اليوم يعني بهالشكل هذا. من بعد هي راح ابدي اطلع اللحم واخلي له صلصة بهالشكل هذا. انتو شنو اللي تفضلون؟ انا هنا خليت قليل من دبس الرمان، قليل من الملح، قليل من الكاتشب، دهنته وخليته بالفرن مجرد ياخذ لون من فوق. هو هذا القوزي اللي خابصينه بيه، قوزي عالتمن قوزي عالتمن، هذا القوزي. وهذا الطرش الأحمر اللي أنا مسويته. وها شكل سفرتنا بالنهاية، أتمنى يعجبكم وينال رضاكم، ونلتقيكم بفيديوهات جديدة، ومع ألف سلامة حبايبي.